مقابل ثلاثة. كارفخال يقطع الطريق قبل أن تصل إلى بالدي. رودري يبحث عن الطريق لكنها تعود إلى بدري، تعود إلى الصغير الكبير. الكرة تصل مرة أخرى إلى فرانكي دي يونغ. أذكر السادة المشاهدين بأن برشلونة يبدأ بتير شتيجن في حراسة المرمى، كريستيانسن أراوخو وكونتي في خط الظهر. أمامهم سيكون فرانكي دي يونغ واللاعب روميو إلى جانب بالدي وإلى جانب ديمبلي وبدري وغوندوغان. وفي المقدمة الهداف المفتاح الذهبي ليفاندوفسكي بالتأكيد، هداف بطولة الليغا والدوري الإسباني في الموسم الماضي. كريستيانسن يعود إلى حارس المرمى. بداية سريعة، 80,000 متفرج، أجواء منتظرة مرتقبة لهذه القمة ولهذا الكلاسيكو. الكرة تعود مرة أخرى، يحاولون الصعود بالكرة، وصلت إلى فرانكي دي يونغ. هذه واجباته، يريدون تعويض بوسكيتس بالتأكيد، ولو أنهم ما زالوا غاضبين على الميركاتو بأنه لم يصل بعد إلى الدرجة المنتظرة. تعاقدوا مع مارتينيز، وصل إليهم غوندوغان بطل أوروبا ويريد أن يعلن عن نفسه اليوم في هذا الكلاسيكو. يا لها من قمة، يريد الوافدون الجدد أن يستغلوها لاختراق القلوب. نعم، هكذا الكلاسيكو يسهل المسافات، يختصرها عليك يا ليفا. الكرة تصل مرة أخرى من جديد إلى فرانكي دي يونغ، يرسل الكرة في نص الملعب، فيها تمريرة إلى غوندوغان، عادت إلى دي يونغ، فيها لمسة، انظر إلى بدري. البارسا يحاول أن يقترب، فيها كرة عرضية تأتي، ليفا يرتقي، وصلت، تصويبة يا رب. الضربة الأولى، عن أي ودية تتكلمون؟ لا ود بينهم، العارضة كادت أن تكسر في الدقائق الأولى. أي تصويبة، ما زالت يا بارسا، وصلت إلى بدري، بيرسل الكرة إلى غوندوغان، أطول من اللازم. يا لها من كرة يا كورتوا.